السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا رجعنا خلاص لمكاننا ودنيتنا كده. قلت لا خلاص بقى نيجي كده ايه، نقعد في البيت حبه صغيرين. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا جدا. كتير بنات جات لي بيه: يا دينا انا مش عارفه الغيره بتاعتي دي غيره طبيعيه ولا لا، يا دينا انا متضايقه من تعاملات خطيبي معايا عشان دايما بيغير، دايما بيخنقني، دايما بيضايقني، هل ده صح ولا لا؟ جايه لك اختي النهارده اقول لك ازاي تعرفي ان دي غيره طبيعيه ولا غيره مرضيه. والله العظيم 7 8 نقط هتعرفي تفرقي بيها، وهتعرفي ازاي تقللي منها ولكن ستيل تفضل موجوده. تمام؟ فلو انت مهتمه بقى بالفيديو حطي لايكات كتير قوي 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 قوي، يعني انا هدلعك الفتره اللي جايه. غير كده كمان دلعيني في الكومنتات ايه رايك في المحتوى، نزود ولا نخش على المتجوزين بقى، ولا نخش على حته ازاي اخليه يعني ميال على طول ليا في الخطوبه. شغل فاخر من الاخر اقسم بالله، والله العظيم والله ما قصرت اختي، والله ما قصرت. تمام؟ فلو انت بقى مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو ماما. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هنبدا بيها مبدئيا كده، انا عايزه اقول لك جمله في بدايه الفيديو: الغيره جزء طبيعي في اي علاقه، اي علاقه والله العظيم، ولكن لازم تعرفي ازاي تتعاملي معاها عشان انتي تعرفي تتعاملي وما يحصلش مشاكل بسببها. لان لو انتي ما فهمتيش انتي مش هتتعاملي، لو ما فهمتيش ازاي اعرف اكسبه في الحته دي، ازاي اعرف اتعامل معاه في الحته دي، ازاي اطمنه، ازاي مش عارفه ايه، ليها اساسيات وليها بديهيات غير تفضل موجوده، بس اللي ما تعملش مشاكل، بس اللي ما تخنقكيش، بس اللي تخليكي على طبيعتك اكتر. تمام؟ فدي حاجه اساسيه. لو الراجل ما غيرش انتي تقلقي. الراجل لما بيغيرش على الست بس انت مش فارقه معاه، الست دي مش فارقاله، مالها يعني، مكبره دماغها، مكبر دماغه منها. ليه؟ مش حاسه بتاعته، مش حاسه تخصه، كرفها من الاخر. فحاجه حلوه ان هو ستيل بيغير. تمام؟ طيب اول حاجه خالص واول نقطه معايا خالص قبل ما اقول لك ازاي تتعاملي مع الغيره، انا جايه اقول لك ازاي اصلا تتعاملي مع خطيبك في حته انك تطمنيه طول الوقت. طمني خطيبك ان انت بتاعته، ان انت ملكه، ان انت مش لغيره، ان انت مهما رجاله الدنيا كانوا قدامك ومهما قالوا لك كلام حلو ومهما ايه اللي حصل، لا ولا يملى عادي غيرك انت. فاهماني؟ طول الوقت طمني خطيبك. لما بيطمن اللي هو ايه، خلاص يا ستي هعديها المره دي. لكن طول الوقت لما هو مش مطمن، على فكره الرجاله بتحب تطمن زينا زيهم بالظبط بالظبط. لكن مش هينفع تقولي مثلا ايه انا هاجي اتقدم لك، لا انا هتجوزك، انا مش عارفه ايه، لا. فحته الغيره دي شيء طبيعي. اول حاجه انت تعمليها طمني خطيبك. النقطه اللي بعد كده ما تستفزيهوش، ما تستفزوش يعني بتصرفاتك. تغازلي راجل تاني، والله شوف الراجل ده حلو، تقارنيه مع راجل تاني. موت وسم الرجاله يا اختي، تيجي تقول لك لا محبش الست تقارني. اسفين اسفين اسفين، لا ما تقارنيش بحد. انا غير كل الرجاله. الراجل موت وسم المقارنه، موت وسم المقارنه. عايزه تخسري راجل قارنيه، شوف فلان بيعمل ايه، شوف علان يعمل ايه. لكن لما تقولي له انت الوحيد ومفيش غيرك، صباح الفل. ومش كلام، انت تقوليه بجد عشان يطلع بجد. انت فاهماني؟ فاوعي تستفزيه، اوعي تستفزيه باي تصرفات من دي، كده انت بتخسريه. اللي بعد كده خليكي واضحه، خليكي واضحه في كل تصرفاتك، في كل افعالك، ما تخبيش عليه تفاصيل، خليه يشك. بصي يا بنت الناس، كلمه من اختك: طول ما انتي بتخلي حاجه صغيره تنتوفه لنفسك، جوزك حاسس ان هو في حاجه ناقصه، طول ما انتي بتخلي الشك يخش قلبه على طول. ممكن يشك فيكي، ممكن دماغه تسرح. الشيطان شاطر، والشيطان ايه، استاذ بقى، استاذ. الشيطان مخلف 8، 2 معاه و6 عندكم في البيت في الوقت ده على طول. ده ممكن تكون فعلا عجبها راجل كذا، فاكر لما قالت لك كذا، ويقعد يربط لي حاجات في بعضها. اساليني انا بقى، اساليني، عشان اكتر واحده في الدنيا دماغها بتسوحها، اكتر واحده في الدنيا حرفيا دماغها متسوحه. عشان كده دايما اقول للي قدامي ما تستنيش لدماغي، ما تستنيش لدماغي، لان ممكن يعني اعمل للي قدامي سيناريو ان هو راح بعد ما خد الدهب، راح خد الاثار، وبعدين بعد ما خد الاثار لم مش عارفه ايه، وبعدين جه قصص. دماغي بتسوحني جدا. فاللي قدامي لو ما لحقنيش شيطاني شاطر وعافي بامانه. فانت حاولي بقدر الامكان ما تسيبيش الشيطان فرصه، حاولي بقدر الامكان. تمام؟ بعد كده اديله ثقه،
اديله ثقه في يومك، شاركيه يومك، شاركيه تفاصيلك، شاركيه انا بعمل كذا، ايه رايك دي ولا دي؟ طب دلوقتي انا بجيب مثلا لبس من ديفاكتو، ايه رايك اللون ده ولا اللون ده؟ طب بقول لك ايه، حاسه نيخه كده، ممكن اشرب اي حاجه بس كده بسيطه، تختار لي كده اشرب ايه؟ انت مش بتديله تقرير، ولكن انت بتنقلي له اليوم بتاعك بس بطريقه غير مباشره، لما يطمن ويهدى ما تعمليهاش تاني. انت فاهماني؟ لكن حته اللي هو ايه، بص انا بعمل كده اهو، بص انا بعمل كده اهو، يبقى هو خلاص تعود ان لا يا ماما، لا يا حبيبي، انت لو ما عندكش ثقه فيا يبقى تلزمنيش مع نفسك. تمام؟ دي كان بالنسبه لحته الثقه. طيب اتفقوا على حدود الغيره ما تخنقكوش. ما فيش ست ما بتغيرش على راجل، ماشي؟ ما فيش راجل ما بيغيرش على ست، ولكن ليها حدود. ايه الحدود؟ انا كل واحد له طريقته. الست بتغير على الراجل، مش بتغير من البنات اللي حوالين الراجل، لان الست التقيله عارفه ان هي وبس. والنبي لو عجبك 100,000 واحده، انا كده كده ماليه مركزي، اللي هشوفه معايا مش هشوفه مع غيري. فاهماني؟ دي الست التقيله. اما الغيره لا، انت تديني وضعي، انا تديني مقامي، تديني مكانتي، فالراجل يحترم ده. انت غيري براحتك عليه، هو كمان يغير بس له حدود. ما تشكش فيا، ما تشكش في اخلاقي، ما تشكش في تربيتي. انت تغير ان مثلا راجل يشوف مثلا ايه، يشوفني غيرك في مكان، تغير ان يبقى في كتير قوي غيرك من الرجاله موجودين في نفس المكان اللي انا فيه. انت فاهماني؟ فدي نقطه مهمه جدا 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 جدا، حته ان الحدود في الغيره دي مهمه. طيب نناقشي غيرته، يعني ناقشي ايه؟ يعني ايه ناقشي غيرته؟ يعني لو غيرته اوفر جدا كلميه بهدوء، قولوا لي ان دي بتضايقني، طيب واحنا ممكن نخفف شويه، حبيبي انت قلت اللي انت عايزه وانا هعمله لك، يعني انت عايز كذا ويحصل كذا، عيني حاضر، بس مش كل مره عشان انا ما بحبش كده، وحاول ان الموضوع ده يكون اقل شويه عشان احنا ما يحصلش بينا مشاكل. انا مش بحب يحصل ما بينا مشاكل، انا عايزه على طول الحياه تكون مع بعض كويسه. انا حقيقي مبسوطه بوجودي معاك، وحقيقي ان انت كمان موجود في حياتي، بتفرق. كلام حلو تو ماتش بقى، عبيله واديله بالكيلو حلاوه بقلاوه، والله العظيم 3 كلي بعقله حلاوه. بصي، الراجل مش اهبل، الراجل عارف انك بتاكلي بعقله حلاوه بس على كيفه. عارفه اللي هو بيقول ايه؟ تغندري اتدلعي وتبغددي. هو عارف انك تدلعي، وعارف انك بتعرفي تعملي كل حاجه، بس هو جاي على مزاجه وكده. دي حاجه حلوه جدا، ده فن التعامل مع يعني تكوين وشخصيه الراجل. كل الرجاله واحده طبعا مع اختلاف الادمغه، بس كونسبتهم واحد. اخر نقطه معانا وهي فرق ما بين الغيره الطبيعيه وغير المرضيه. الغيره الطبيعيه ان هو يغير مثلا عليكي لو انت حلوه شويه، ما تروحيش مكان لوحدك، لا يخاف عليكي. اما الغيره المرضيه ان هو حرفيا ممكن يشك فيكي، ان انت ممكن بعد الشهر يكون معاكي واحد في البيت، فيجي يعمل لك قصه وقلبان وقاعده وليله. لا يا حبيبي انت تعبان فروح اتعالج، احنا لسه مش هنعالج، انت تعبان في دماغك. تمام؟ دي كلها حاجات بتفرق جدا 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 معاكي انت كبنت، بتفرق معاكي جدا في علاقتك في الخطوبه. ولازم تكوني عارفه الدنيا مش كلها وردي، ومفيش راجل هيجيلك تفصيل، ومفيش راجل هيجيلك خالي من العيوب، ولكن في حاجات ممكن تقدري تستغني عنها وفي حاجات لا. فالغيره حلوه قوي 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 قوي، وتدي العلاقه طعم، ولكن لو عرفتي تتحكمي فيها وتكون بشكل صحي وجميل. تمام، انت بتجيري عليه فهو بيقدرك وبيحترمك، فهو بيجيري عليكي فلا مش هعمل كده. فالموضوع ده بيزود جدا جدا العلاقه ما بين بعض، وبتزود قدر كل واحد عن التاني.